عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب يكون كله حلو وكله تمام. بما ان انتوا كتير منكم كان بيسأل اسئله عن في فيديو الالوان على الجلد، وازاي الون على الجلد بالوان تكون شبه الاكريليك وشبه تاثير الاكريليك مش بس صبغات شفافه كده. انا النهارده هقعد اشتغل في قطعه فيها تلوين بنفس التكنيك اللي عجبكم كلكم مني، اجاوب على الاسئله اللي فاتت وفي نفس الوقت نقعد نشتغل سوا مع بعض وبس كده. ويلا خلونا نبدأ شغل سوا. ولو عجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه او مثلا مهم بالنسبة لكم، ممكن تعملوا لايك، ممكن تقولوا لنا في كومنت رأيكم ايه وتشجعوني اكتر، علشان كل ما تشجعوني انا بحس ان انا متحمسة اشتغل واعمل فيديوز. ولو تعرفوا حد مهتم بنفس الحاجات ابعتوا له الفيديو، خلينا كلنا نستفيد من بعض. واي اسئله بقى او اي حاجه سيبوها لي في الكومنت تحت وبرضه هحاول اجاوب عليها. بما ان انا مش عايزة الفيديو ده يكون طويل بزيادة وفي تفاصيل ممكن ما تكونش مفيدة لحد، فانا همشيه كده زي ما يكون شوية نصايح او رد على اسئلة اللي فاتت. احنا عادة لما بنيجي نلون على الجلد زي ما قلت قبل كده بيكون عندنا كذا طريقة. اول طريقة منهم ان انا بستخدم الالوان الاكريليك زي ما معظمكم بيقول، وده ممكن ووارد جدا، ولكن استخدام الاكريليك بيعتمد على كذا نقطة. أول نقطة إن أنا مينفعش مثلا أستخدم الأكريليك على جلد يكون جاي مصبوغ ومعالج ومعزول جاهز، إن في الحالة دي الجلد مش هيقبل مني أي ألوان ولا أي إضافات. فبضطر بعدها لو أنا عندي جلد مصبوغ جاهز بعالجه وببدأ أقلل من العزل. إزاي؟ في كذا طريقة. الطريقة اللي أنا جربتها إن أنا ممكن أجيب الجلد ده واجيب صنفرة ناعمة زي ورقة صنفرة كده ناعمة خالص اللي هي 1000 تقريبا، وببدأ أمسح بيها على وش الجلد، فده بيخلي العزل اللي على الوش تبدأ تتشال شوية. طبعا الجلد لما بيكون جاي جاهز مطبوخ من بره ما بتتشالش طبقة العزل كلها، بس بنحاول نقلل منها. ونيجي بعد كده نستخدم الألوان الأكريليك على الجلد ونديها طبقة عزل كمان اللي هو الفينش، عشان لو الناس مش عارفة ايه هو طبقة العزل. ولكن بيكون دايما الطريقة الأفضل إن أنا أجيب جلد نباتي، جلد على لون زي اللي أنا بشتغل عليه في الفيديو دلوقتي. الجلد ده بيكون نظيف، مفيهوش أي صبغة، مفيهوش أي عزل، مفيهوش أي حاجة ممكن تأثر عليه خالص. فبالتالي بتكون المسام بتاعته اوريدي مفتوحة، جاهزة إنها تستقبل أي لون من غير أي مشاكل، من غير ما نعمل لها أي معالجة. بجيب اللون بتاعي واستخدمه. طبعا ممكن استخدم اكريليك، ممكن استخدم الوان ميه، ممكن نستخدم صبغات، ممكن كل حاجة، ولكن أنا كأمنية بفضل إن أنا أستخدم لون لو أنا عايزة التكنيك بتاعي يكون مش شفاف زي ما انتم شايفين كده قدامكم في الفيديو اللي هو زيه زي الأكريليك. بعمل إيه؟ بجيب صبغة مدابغ. حلو. صبغة المدابغ دي بتكون زيها زي الأكريليك بالظبط في التأثير، بس معالجة بطريقة إن هي الجلد يشربها بشكل أفضل. فبجيب صبغة أبيض واسود، دول الالوان الاساسيه بتاعتي. لو حد ما عندوش الامكانيه يجيب كل الالوان من المدابغ، هي موجود منها كل الالوان حرفيا، بس ممكن نجيب اللونين الاساسيين بتوعنا اللي هما الابيض والاسود. لو قدرت ممكن اجيب كمان الاصفر والاحمر والازرق، وابقى كده انا معايا الوان اقدر اطلع منها درجات كتيره جدا جدا جدا. المهم عشان ما نتوهش من بعض، بجيب اللون الابيض ومثلا انا عايزه الون باحمر. كل اللي هعمله هاخد الأحمر بتاع الأكريليك، هضيف بس عليه نسبة من الأبيض صغيرة جدا، مش هتغير في اللون بالشكل اللي احنا متخيلينه، بس هتغير في الخصائص بتاعته هو، هتخلي الجلد يشربه بطريقة أفضل. ليه؟ إن صبغة المدابغ هتشتغل هنا كوسيط، هتنقلي الأكريليك لجوه خلايا بتاعت أو المسام بتاعة الجلد بشكل أفضل، وهيكون مستدام أكتر، مش هيتقشر بسهولة مثلا، وده اللي احنا عايزينه. طيب دي أول حاجة لما حد كان بيسألني في الكومنت ليه استخدمت صبغة المدابغ الأبيض. الأبيض مش شرط، ممكن مثلا أنا هعمل لون أورنج، هحط الأحمر من المدابغ وعليه أصفر أكريليك، أو أصفر مدابغ وعليه أحمر أكريليك. المهم في القصة كلها إن أنا أدخل صبغة الأكريليك في أي لون هستخدمه بأي شكل كان، ده هيكون أفضل بدل ما ادخل في قصة ان انا استخدم اكريليك لوحده او الوان مية لوحدها وافكر ازاي بعديها اعالج
جلد واضيف له طبقات قصدي عزل او فينش كتير، فهيدخلني في تفاصيل انا مش هكون حباها قوي يعني. طيب آه دلوقتي انا ايه الانواع العزل اللي ممكن استخدمها بعد كده؟ عندنا كذا حاجه. اول حاجه اللي هو فينش العسل. فينش العسل ده ناس كتير سالتني عنه. ده بتكون ماده عازله بتتباع مركزه، بتبقى لزجه قوي وقوامها تقيل كده ولونها شبه لون عسل النحل بالظبط. بس انا ما بستخدمهاش زي ما هي علشان بتبقى تقيله قوي وقوامها تخين على ان الجلد يشربها بسهوله وهتقعد معايا وقت اطول لحد ما تنشف. فبعمل ايه؟ بجيب ازازه الفينش دي، باخد منها كميه صغيره واحطها في ازازه تانية وازود عليها ميه قدها. يعني المية بتكون قد نسبة الفينش بالظبط، بنسبة 1:1. فرضا حطيت 10 ملي فينش عسل، هحط عليها 10 ملي مية. الموضوع مش محتاج دقة بزيادة ان انا اوزنها او كده والكلام ده، لا عادي، هي بالنظر بشوف انا حطيت فينش لحد فين وبزود على قده مية وتترج كويس، وبستخدمها بسفنجة بعد ما اسلق او الون واللون بتاعي ينشف خالص. بجيب السفنجة بتاعتي تكون نظيفة، ما ينفعش اكون مستخدماها قبل كده خالص، لازم تكون نظيفة جدا، وباخدها وبحطها على الفينش وبمسح بيها عادي جدا كأني بسلق. طيب اجيب الحاجات دي منين؟ انا للاسف معرفش غير في القاهرة بصراحة. فلو انت في القاهرة او انت في القاهرة هتركب المترو، دي اسهل طريقة، وتنزل محطة باب الشعرية. هتطلع من محطة باب الشعرية هتسأل في ممر زوزو. ده بالنسبة للأدوات اللي هستخدمها، مش الجلد. الجلد بيتجاب من بير حمص، لكن الأدوات والخامات بتاعتي بجيبها من ممر زوزو. هناك هدخل هلاقي محلات كتير جدا 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 بتبيع الحاجات دي كلها. على سبيل المثال مثلا عندنا الأميرة، محل الأميرة، عندنا محل أولاد خيري، عندنا محلات كتير جدا. هدخل وهسأل على الأسعار هناك وهتلاقي في تفاوت بسيط جدا، كل واحد يجيب بالإمكانية اللي هو عايز يجيب بيها. وبس كده، ودي كانت كل المعلومات اللي أنا حابة أقولها لكم النهاردة. و... ولو احتجتوا أي سؤال أو حد عايز يسأل عن أي حاجة برضو يستخدمنا في الكومنت تحت، واحنا هنرد على كل الأسئلة في فيديو زي ده. الدراع خلص يا جماعة، الدراع خلص. بصوا قد ايه طالع تحفة. يعني حقيقي كنت طول الوقت قاعدة متضايقة وخايفة ومش عارف ايه وتعبانة، بس بجد 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 لما بتطلع الحاجة زي ما انتم متخيلينها الموضوع بيختلف. بصوا طالع خطير.